آدم تامر حسني عامل ايه دلوقتي بعد ما حصل له انفجار في الزايدة، وكان موجود في العناية المركزة وعمل عمليتين. ناس كتير جدا مهتمية ان هي تعرف حصل له ايه وايه التطورات الحالة الصحية بتاعته. المصادر بتاعتي قالت لي ان ادم لسه حالته مش مستقرة، لان هو جسمه ضعيف جدا، فبالتالي ما كانش مستحمل حوار ان الزايدة تنفجر. فده طبعا عمل له مضاعفات كبيرة جدا في جسمه، وتسبب ان هو يعمل له عمليتين، والعمليتين كانوا صعبين جدا. وكمان ادم عشان جسمه ضعيف فالعلاج تقيل قوي عليه، وعشان كده هو بجد محتاج الدعاء جامد جدا. والمصدر قال ان هو متواجد لسه في العناية المركزة، بيتلقى العلاج، وتامر على طول موجود معاهم، بس بيروح اوقات لشغله والبروفات وبيرجع تاني، وبسمة كذلك بتروح لتصوير الفيلم بتاعها وبترجع تاني. فمن هنا بنتمنى له الشفاء، ويا رب يقوم بالسلامة. والناس كلها خايفة عليه جدا، والناس كلها بتدعي له وبتدعي ان ربنا ما يوجعش قلب تامر وبسمة عليه.